تخيل كده تصحى من النوم تلاقي نفسك لوحدك في العالم، مفيش صوت ولا حتى في بشر، بس في حاجة بتراقبك في الضلمة. وده مش كابوس، ده واقع عايشه روبرت نيفل في فيلم I Am Legend. فيلمنا بيبدأ بلقاء تلفزيوني بيكونوا مستضيفين فيه عالمة مشهورة واللي اتوصلت لنوع جديد من الأدوية قادر على إنه يشفي من مرض السرطان، لكن الدواء ده كان عبارة عن فيروس متحور. وبيمر 3 سنين على اللقاء ده وبنشوف إن العالم بقى مكان فاضي بشكل كامل ومفهوش أي حد، وده بسبب الأدوية اللي كانت بتعملها الدكتورة من الفيروسات، لأنها خرجت عن السيطرة وخلصت على البشر كلهم تقريبا. والمدن رجع ينمو فيها الأشجار من تاني والحيوانات ابتدت تنتشر فيها، وده بسبب إن مفيش بشر. بس بنشوف بعد كده دكتور اسمه روبرت ومعاه الكلبة بتاعته سام، واللي بيكونوا راكبين العربية وبيتحركوا في شوارع مدينة نيويورك المهجورة، وبيكون في قطيع من الغزلان بيتحرك في المدينة وروبرت بيطارده. وفعلا كان قرب يصطاد واحدة، ولكن في آخر وقت جه أسد واصطاد هو الغزالة دي، وكمان بعد كده جه أسد كمان. فروبرت محبش يخاطر بحياته وقرر يرجع بيته من تاني، وبيبدأ يطبخ الأكل ليه هو والكلبة سام. وأثناء ما هو بياكل المنبه بتاعه اللي بيحذره من ميعاد غروب الشمس بيرن، فبيقوم وبيبدأ يقفل كل الأبواب والشبابيك بالحديد. وبعدها بيروح هو والكلبة سام على الحمام وبيناموا في البانيو، وبيكونوا سامعين بره أصوات غريبة. فبيحلم روبرت بالأحداث اللي حصلت مع بداية انتشار الفيروس. وقتها اتصل بمراته وطلب منها الاستعداد وإنها تجمع أكل كتير عشان هيمشوا من البيت ده ويروحوا في مكان تاني بعيد عن الوباء. وقال لها إنه واثق إنه هيقدر يعمل علاج للفيروس ده. بس فجأة وهم ماشيين واحد من المصابين بالفيروس بيهجم عليهم، وبنكتشف إن الفيروس ده مش بس بيقتل الناس، لا ده كمان المصاب بيه بيتأثر جهازه العصبي وبيتحول لحاجة أشبه بالزومبي. في الوقت ده روبرت بيصحى من النوم وبينزل للمعمل بتاعه وبيبدأ إنه يكمل تجاربه على الفيروس، وبيكون مجمع شوية من الفئران وحقنهم بالفيروس عشان يعمل عليهم التجارب بتاعته. وبنشوف إن روبرت عامل أكتر من تركيبة للمصل وبيستخدمهم عشان يشوف لو في أي تركيبة منهم هتجيب مفعول، لكن كلهم بيكونوا مش بيعالجوا الفئران إلا فار واحد بس كان باين عليه آثار تحسن. وساعتها بدأ روبرت يفرح شوية لأن كده ممكن يبقى في أمل إنه ينقذ البشرية كلها من الوباء ده، بس لازم الأول يجرب العلاج ده على شخص مصاب عشان يعرف هل هو فعلا شغال ولا لا. وبعد ما بيخلص روبرت التجارب بتاعته بيركب العربية مع الكلبة سام وبيقرر إنه يروح لمحل شرايط الأفلام اللي موجود في المدينة، وده عشان يجيب منه فيلم جديد يتفرج عليه. وبيبقى حاطط تماثيل كتير في المحل ده وبيعملهم على إنهم بشر حقيقيين عشان ما يحسش إنه وحيد. وبعد ما بيجيب الفيلم اللي هو عايزه بيطلع على المطار وبيبدأ يبعت إشارات ورسائل عن طريق الراديو بيقول فيها إنه عايش ومش مصاب، وإنه بيدور على أي شخص يكون عايش زيه. وبيبقى روبرت بيعمل كده كل يوم على أمل إنه في يوم من الأيام يلاقي أخيرا شخص تاني حي. وبعدها بيكمل روبرت جولته في المدينة وبيدخل البيوت يشوف لو فيها أي حاجة صالحة للاستخدام إذا كان أكل أو معدات. وأثناء ما هو في طريقه بيلاقي غزالة ماشية فبيحاول إنه يصطادها، لكن الغزالة بتبقى سريعة جدا وبيفشل إنه يقتلها. بس الكلبة بقى بتقرر إنها تكمل جري ورا الغزالة وبتفضل تجري وراها مع إن روبرت بيحاول إنه يمنعها. وفي الآخر الغزالة بتدخل لمبنى مهجور وضلمة والكلبة بتدخل وراها، فبيروح وراهم روبرت بحذر عشان يجيب الكلبة ويشوف لو هيقدر يصطاد الغزالة. وأول ما بيدخل بيلاقي إن الغزالة مصابة، ولما بيبص قدامه بيلاقي قطيع من المتحولين، فبيحاول إنه يهرب من المكان بهدوء من غير ما حد يحس بيه. وبيكمل تدوير في المبنى على سام وبيوصل لها فعلا، ولكن سام بتبقى خايفة قوي وبتبص على حاجة ورا روبرت. وفجأة في متحول بيهجم على روبرت، لكن روبرت بيضرب عليه نار وبياخد سام وبيطلع يجري من المبنى. وبيجروا المتحولين كلهم وراه لأنهم سمعوا صوت طلق النار، فبينجح من الهروب من المكان عن طريق إنه بينط من الشباك. بس في متحول بيطارده، وأول ما بيخرج لنور الشمس بيبدأ يتحرق وبيموت قبل ما يصيب روبرت. بعدها بيقرر روبرت إنه لازم ياخد واحد من المتحولين اللي في المكان ده عشان يعمل عليهم التجارب بتاعته. وفعلا بيعمل روبرت خطة وبينجح إنه يصطاد واحدة من المتحولين اللي جوه المبنى. ولكن أول ما بياخد المتحولة دي بيكون في متحول تاني متنرفز جدا وبيحاول إنه ينقذ المتحولة اللي روبرت أخدها، ولكنه مش بيعرف يخرج بسبب الشمس. وساعتها روبرت بيكتشف إن المتحولين لسه عندهم شوية مشاعر. المهم إن بعد كده روبرت بياخد المتحولة وبيروح على البيت وبيحطها في المعمل وبيديها مخدر قوي جدا عشان تفضل هادية، وبعد كده بيحقنها بالعلاج بتاعه. بس المتحولة بتتعصب بشدة وبتدخل في مرحلة هياج والعلاج بيفشل، فبيتضايق روبرت جدا إن العلاج بتاعه ما اشتغلش زي ما هو كان فاكر. وبعد شوية بيروح روبرت
في المكتب بتاعه بيفتح الكاميرا وبيسجل آخر التطورات اللي وصلها في مرحلة صناعة العلاج، وإنه عرف إن المتحولين عندهم مشاعر، وبيقول إنه هيفضل مكمل في رحلته لحد ما يموت أو يلاقي العلاج. ساعتها بيفتكر اللي حصل مع مراته وبنته من 3 سنين لما كان بيوصلهم للمينا، وهناك كان في ناس كتير قوي عايزين ينجوا بحياتهم، ولكن بيكون في جنود بيكشفوا على كل الناس اللي داخلة عن طريق أجهزة متطورة، وبنكتشف إن الفيروس بينتشر عن طريق إن مصاب يعدي شخص سليم أو حتى عن طريق الهواء، والناس المصابة بيبتدوا إنهم يدمعوا دم. وفي النهاية بيقدر روبرت إنه يركب مراته وبنته الطيارة الهليكوبتر عشان يكونوا في أمان، وبتديله بنته الكلبة سام علشان تحميه. وبيصحى روبرت من النوم بعد كده وبينزل يركب العربية مع سام، وبيعمل نفس الروتين كل يوم وبيروح المطار وهكذا. لكنه وهو مروح بيلاقي واحدة من التماثيل بتاعته في الشارع، وبيبقى مستغرب إيه اللي جابه هنا، فبيتعصب جدا وبيفضل يضرب عليه نار. فبيقرب روبرت منه لكنه بيقع في فخ، ومن الواضح إن الفخ ده روبرت هو اللي كان عامله بس نسيه. ولما بيقع في الفخ بيتربط من رجليه وبيتعلق في الهواء، وراسه بتتخبط في الأرض وبيغمى عليه. وبعد شوية بيفوق روبرت وبيكتشف إنه قبل الغروب بكام دقيقة، فبسرعة بيقطع الحبل اللي كان ماسكه من رجليه، ولكنه ساعتها بيقع على السكينة بتاعته وبتدخل في رجليه. فبيحاول يزحف لحد العربية، وبيكون الغروب خلاص فاضل عليه وقت قليل جدا، وبنشوف كلاب متحولة واللي بتكون مستنية بس الغروب يجي علشان يهجموا على روبرت. وفعلا أول ما الشمس بتغرب بشكل كامل بيتحركوا بيهجموا على روبرت، ولكن فجأة سام بتضحي بنفسها وبتتصاب هي، وبيخلص روبرت على بقية الكلاب. وبعدها بيطلع على العربية وبياخد مع سام وبيروحوا على البيت. وقتها بيحاول انه ينقذها وبيديلها العلاج اللي عمله، ولكن طبعا من غير اي فايدة. وبتبدأ سام في التحول، فبيقتلها روبرت قبل ما تتحول بشكل كامل، وبيقعد يعيط على انه فقد صديقه الاخير. وتاني يوم بيروح يدفن سام، وبعدها بيعمل روتينه اليومي على امل ان حد يسمع الاشارات بتاعته يجي. وبعدها بيستنى الليل وبيخرج بالعربية بتاعته، وبيفضل يدوس على المتحولين اللي بيجوا في طريقه وهو متضايق. ولكن المتحولين بيكون عددهم كبير جدا وبيقدروا انهم يقلبوا العربية بتاعته. وبيجي المتحول اللي كان عايز ينقذ المتحولة اللي اخدها روبرت، وبيكون هيقتل روبرت، بس في اخر لحظة بيجي ضوء شديد من بره والمتحول بيتحرق منه وبيطلع يجري. فبيجي الشخص اللي نور النور ده وبياخد روبرت وبيسأله عن مكان بيته، وبيبدأ يتحرك عليه. لكن روبرت بيقول له اتأكد ان مفيش متحولين جايين ورانا عشان محدش فيهم يعرف مكان البيت. وبعدها بيغمى على روبرت وبيرجع يفتكر مراته وبنته من تاني. وبسبب الفوضى اللي حصلت الناس اتشعلقت على طيارة تانية، فالطيارة ما بقتش قادرة تطير، فخبطت في الطيارة اللي كان راكبها مراته وبنته وانفجرت وماتوا في الانفجار قدام عينيه. بعدها بيصحى روبرت وبيلاقي نفسه في البيت والجرح كان متخيط، فبيبقى قلقان وبياخد سلاحه وبينزل يشوف مين اللي معاه في البيت. وبيلاقي ساعتها واحدة اسمها أنا وابنها إيسين وبتكون قاعدة بتطبخ، فبيتعرف روبرت عليها، فبتقوله إنها كانت بتسمع الرسائل بتاعته لكنها عمرها ما شافته، وإنها كانت رايحة للمركز الخاص بالناجين، ولكنها سمعت دوشة وشافت إنه محتاج مساعدة فراحت علشان تساعده. ساعتها روبرت بيتعصب عليها وبيقول لها مفيش مركز للناجين ومفيش ناجين أصلا، لكنها بتقوله إنهم رايحين تاني يوم على المركز ده، وبتحاول تقنعه إنه يجي معاهم. بس روبرت بيرفض وبيقول لها إنه مش هيمشي قبل ما يخلص العلاج، وبيجيله فكرة إنه يقلل من درجة حرارة المصاب أثناء العلاج يمكن الوضع يتحسن ويقبل العلاج. وفعلا بيعمل كده مع المصابة وبتبدأ تتقبل العلاج شوية. ساعتها أنا بتحاول تقنعه إنه يجي معاهم، ولكنه بيقول لها إن مفيش ناجين لأن الفيروس قتل أكتر من 90% من البشر، ومفيش غير 1% بس عندهم مناعة ضد الفيروس، وهو ما يعرفش إيه سبب المناعة دي. بس في الوقت ده روبرت بيسمع صوت بره وبيكتشف إن المتحولين عرفوا طريق بيته، وده بسبب إن أنا وصلته والمتحولين كانوا بيتتبعوهم. فبيبدأ يقفل الأبواب والشبابيك بالحديد وبيشغل كشافات كبيرة قوي عشان تخوف المصابين، لكن المصابين مش بيهتموا وبيبدأوا إنهم يكسروا الكشافات دي. وبيكون روبرت زارع قنابل بره البيت فبيفجرها، ولكن المتحول اللي كان بيحاول ينقذ المتحولة اللي روبرت خطفها بينجح في الدخول للبيت، وبيدخل في معركة عنيفة مع روبرت. فبيحاول روبرت إنه يضرب عليه نار عشان يقتله لكنه بيهرب. وبعدها بيروح يشوف آنا وابنها وبيكونوا مستخبيين من المتحول، فبيضرب روبرت عليه نار وبياخدهم وبيهربوا جوه المعمل بتاعه. وده لأنه اكتشف إن في عدد كبير قوي من المتحولين بره البيت، وإن القنابل دي ما خلصتش عليهم كلهم. وأول ما بيدخل المعمل بيتفاجئ إن المتحولة اللي اداها المصل بدأت ترجع بشرية فعلا، ولكن المتحولين بيكونوا جايين يهجموا عليه. فبيقفل الأبواب بتاعة المعمل اللي بتبقى معمولة من إزاز قوي بيتحمل الصدمات، لكن
إنهم بيحاولوا يكسروا الأبواب، ومن ضمنهم المتحول اللي عمال يطارد روبرت. ساعتها بقى روبرت بيدرك إن مفيش حل تاني، فبيسحب عينة من دم المتحولة اللي نجح عليها العلاج وبيديه لأنا، وبيقول لها تروح على الملجأ بتاع الناجين والدم ده هيكون فيه العلاج. وبيمسك قنبلة يدوية، وأول ما الباب بيتكسر بينط وسط المتحولين وبيفجر نفسه علشان ينقذ أنا وابنها. وفعلا بيروحوا للملجأ بنجاح، وبيدولهم عينة الدم علشان يبدأوا في عمل علاج. وهنا بيخلص الفيلم. لا لا لا، استنى شوية، في الحقيقة النهاية دي مش عجباني. تعال اديك نهاية أحلى. بدل ما روبرت ياخد عينة دم من المتحولة ويروح يفجر نفسه، وقتها أدرك إن المتحول اللي بيطارده ده هو عايز المتحولة مش أكتر، فبيديله المتحولة زي ما هو عايز. وساعتها جيش المتحولين ده بيمشي من المكان. وبعدها بيروح روبرت مع أنا وابنها الملجأ الناجين، وبيبدأوا في إنهم يطوروا العلاج اللي عمله روبرت ده علشان ينقذوا البشرية. وهنا بيخلص الفيلم. بس ما تنساش بقى يا صاحبي تقولي في التعليقات أنهي نهاية كانت أحلى بالنسبة لك.